السيد وزير الرياضة أشرف صبحي، حضرتك قررت إنك ترد على استفسار خير رمضان. ماشي، حلو قوي، الموقف تحفة. دخلت ترد، قلت إيه بقى؟ ما قلتش حاجة، اتكلمت في موضوع تاني خالص. هو الراجل بيسأل ازاي وزير الرياضة ما يروحش يودع النادي الاهلي وهم مسافرين. اي حد مسافر في اي حتة ان شاء الله في لعبة عادية كده رايح او جاي، فبتتكلم معاه على اساس يعني ان تبقى موجود في المشهد وكده، وانك انت راجل وزير لكل الالعاب والحاجات اللطيفة دي. ماشي. رحت داخل انا على مسافه واحده من كل الانديه. لا انت يا سياده الوزير مش على مسافه واحده من كل الانديه، واللي بتديه للاهلي غير اللي بتديه للزمالك خالص، واهتمامك بالنادي الاهلي حضرتك، لان انت لما بتظهر في احتفالات للنادي الاهلي انت بتبقى متضايق جدا وزعلان جدا ان كلها احتفالات انتصارات ومبادئ واستاد وبناء استاد وبناء افتتاح فروع جديده للنادي الاهلي، فكلها حاجات بتبقى حضرتك الحقيقه واضحه جدا من التكشيره. حضرتك روح بص كده لنفسك كده وانت بتبقى في اي مكان مع نادي الزمالك، بيبقى الابتسامه شكلها ايه، وبننط وبنهيص وبنفرح وبتبقى حاجات لطيفه، وصور هنزلها لك مع الفيديو. حضرتك المهم بقى، فانت مش على مسافه واحده خالص من هنا ومن هنا. حضرتك جيت في ماتش بيراميدز وهم المفروض ان هم بيلعبوا النهائي افريقيا، هتقرر انك تحشد كل الناس بتوع مراكز الشباب ووجبات وحاجات والكلام ده كله. ده حضرتك دي المسافه الواحده يعني مع بيراميدز اوكي، لكن مع الاهلي انت مش مسؤول عن النادي الاهلي طبعا يعني، والدوله المصريه، وانا امثل الدوله المصريه عشان انت بتمثل الدوله المصريه. الاهلي يمثل الدوله المصريه ويمثل افريقيا القاره بالكامل، فحضرتك كان المفروض يبقى لك دور افضل من كده. الكلام ده احنا مش السؤال اللي قالوا لك خير رمضان مش لان احنا كاهلاويه زعلانين منك، احنا القصه منصب حق الاهلي على الدوله، احنا بنطلب حق الاهلي على الدوله، مش من المهندس اشرف صبحي خالص. مش القصه، مش حضرتك يعني انت راجل زملكاوي واحنا ما يفرقش معانا قوي يعني هتقف معانا او لا، احنا بنتكلم على منصب الوزير اللي هو ممثل عن الدوله، والاهلي ممثل عن الدوله، يعني المفروض حضرتك مسؤول عن اللعبه. المهم رحت دخلت في موضوع تانية خالص عشان تعمل مشكله ما بين الاهلي وما بين المستشار تركي آل الشيخ، ورحت ل 2018. عايز اقول لك حاجه، الساعات اللي حضرتك اتكلمت وقلت ان سمعه الاهلي في السماء، وانت عارف ان سمعه الاهلي في السماء وسمعه اداره النادي الاهلي في السماء، وما كناش منتظرين ابدا ان حد هو اللي يجي يدافع عن الاهلي او يجيب حقوق النادي الاهلي. النادي الاهلي اصلا بعد حصل خلاف وكده، وكان اول قبله الساعات على انها من محب هو المستشار تركي آل الشيخ، وكان ساعتها الراجل واخد منصب شرفي في النادي الاهلي، والموضوع خلص وخلاص، والاهلي رجع كده كده الساعات وسلمها لصندوق تحيا مصر وفي ورق يثبت ده. المهم يعني فحضرتك ما اتدخلتش خالص لا من بعيد ولا من قريب. اللي عندنا الاهلي ما كانوش محتاجين يلبسوا الساعات دي، ناس كلها رجال اعمال، والاهلي ما بياخدش هدايا اصلا شخصيه، كلها بتبقى محطوطه في خزينه النادي الاهلي. فحضرتك مالكش كان دور لا من بعيد ولا من قريب. حضرتك يا ريت يا ريت يعني لما يكون في موضوع يخص النادي الاهلي، يعني 80% تقريبا او 75% من الشعب المصري، ما حضرتك لا تقول كلمه طيبه، لا حضرتك الافضل الصمت، لانك تمثل الدوله، يعني تمثل الدولة، انت لا تمثل اشرف صبحي، انت تمثل الدولة المصرية. فما ينفعش حضرتك ابدا تكون بتمثل الدولة او بتمثل الحكومة وتيجي تتعامل بشكل سيء او بشكل فيه اهانة لنادي هو اللي مشرف مصر بشهاده كل العالم. لما يجي رئيس الاتحاد الافريقي يتكلم، رئيس الاتحاد الدولي، وكل العالم بيتكلم على عظمه النادي الاهلي، وانت مش شايف ده ومش شايف الا لقطه في 2018 الاهلي اصلا هو اللي خلصها لما حس ان في تدخل. فانت بس حضرتك متضايق بس من MBC، من ان MBC قرروا ان كل لهم يلبسوا احمر، فالموضوع ده حضرتك كزملك واضح ان الانتماء هو اللي كان بيتحدث مع الاستاذ خيري رمضان، ما كانش خالص الوزير. يعني انت حضرتك قررت او طلبت تدخل، انت محضر الكلام اللي هتقوله المفروض. طب يعني انت راجل مسؤول، ما ينفعش حضرتك تطلع تقول الكلام اللي حضرتك قلته ده. ويعني المستشار تركي يمثل مثلا السعوديه بشكل او باخر، وهنا الاهلي يمثل مصر. ليه نعمل مشاكل بين بلدين ما فيش بينهم مشاكل؟ انا شايفه ان حضرتك دخلت في قصه ما كانش ينفع تدخل فيها. الاهلي عمره محتاج ابدا ان حد يدافع عنه يعني. فقلت حضرتك تبقى يعني طالما داخل بارادتك وقررت انك تدخل تقول كلام ما تعملش مشاكل مع النسبة الأعظم من الشارع المصري أو من الشعب المصري هو جمهور النادي الأهلي. فيعني سيادة الوزير يا ريت نراجع شوية يعني، أو تعرف حضرتك إن كل كلمة بتقولها محسوبة عليك وعلى الدولة.